السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة غريبة شوية، كوميدية وفكاهية في نفس الوقت. أنا مش بقلل منهم والله، بس هي فعلا كوميدية وانتوا فاهمين الموضوع غلط. قصة النهاردة عن واحدة بتقول احنا من أرياف لسه جايين المدينة جديد، بقالنا بتاع 7 شهور. المهم اخويا عايش هنا من ساعة الثانوية العامة وهو عايش في المدينة، واحنا جبنا له شقة بحيث ان هي بعد كده تبقى بتاعته، لان هو قال ان هو هيشتغل. ومن ساعة ما بابا توفى هو نقلنا في الشقة هنا وقال هيجيب واحدة ليه جديدة. المهم اخويا اتعرف على واحدة زميلته في الشغل وقرر ان هو يخطبها، بالفعل خطبها. رحنا تعزمنا عندهم انا وماما، والغريب بقى ان هم قدموا لنا، ماما طلبت منهم بعد الغداء ان هي تشرب نسكافيه، بس ماما ما حددتش ان هو النسكافيه يبقى ايه. فخطيبته قامت عملت لنا نسكافيه ساقع وحطت لنا فيه تلج، ما هنش عليها ان هي تسخنه حتى في الميكروويف، ما هنش عليها ان هي تقدمهم لنا سخن. شكلها كسلان جدا. ماما بعد ما روحنا وماما قعدت تشرب فيه وتقرقش في التلج وهي بتشرب، وكان حاجة اخر قرف بصراحة وحاجة تكسف خالص. كنا متضايقين منها جدا، ازاي تعمل لنا نسكافيه جواه تلج. فكنا مستغربين الموقف جدا ومش عارفين نتصرف معاها ازاي. حتى ماما قالت لها قومي سخنيه في الميكروويف، انا عايزه اشربه سخن. قالت لها خلاص يا ماما اشربيه وانا هعمل لك واحد مكانه سخن. قالت لها انا كنت مفكرك هتعمل، انت مالك كسلانه كده ليه؟ حتى مش هين عليكي تقومي تعملي لنا واحد سخن. المهم البنت قالت لها خلاص يا ماما انا قايمه اعمل لك. فراحت مامتها قالت لها خلاص تشربوا، وبعد كده ابقي اعملي لها نشربوا قهوه انا وهي سخنه في البراندا جوه، نقعد في البراندا. البنت قعدت وكسلت وقعدنا نتكلموا، وما عملتش حتى القهوه ولا عملت حتى النسكافيه سخن. ماما اتضايقت منها جدا واحنا ماشيين في الشارع، قالت لا دي مش هتنفع اخوكي، دي شكلها مش كسلان، مش حابه ان هي حتى تهتم بينا او ان هي تقدم لنا حاجه تكبر بيها اخوكي، او ان هي شايفانا اول مره نروح عندها تعمل لنا نسكافيه وجواه تلج. دي كسلت حتى تسخنه، ما انا شايفه عندهم في المطبخ ميكروويف، المفروض حتى كانت سخنته فيه. وعلى الاقل لما قلت لها قومي سخنيه كانت قامت عملت لي واحد سخن، بس هي قالت لي اشربيه. الظاهر كان ما عندهمش تاني، او ان هي كانت عايزه تشربنا حاجه غصب عنها وكسلانه ان هي فعلا تحطه في الميكروويف او تسخنه. ماما اشتكت لاخويا وقالت له انا قفلت من الجوازه دي بنت مش هتنفعك. قال لها لا يا ماما ده مشروب عادي واسمه ايس كوفي. ولا قالت له لا انا اعرف ان هو نسكافيه، والنسكافيه بيتقدم سخن، ازاي هي تفكر تهنا وتعمل لنا حاجه ساقعه زي دي؟ انا وماما متضايقين منها جدا، رغم ان هي بنت محترمه واهلها ناس كويسين جدا، بس موضوع النسكافيه ده ضايقنا. افرض حد جه عندنا من البلد بعد ما اتجوزت وعملت لهم النسكافيه ساقع، هيتكلموا علينا في البلد ويبقى سيرتنا على كل لسان. ماما بتقول دي مش هتنفع اخوكي، دي مش ست بيت شاطره، دي بنت كسلانه وما ينفعش ان هي تكمل مع اخوكي. وماما شايفه ان انا وماما شايفين ان لازم يسيبها وياخد اي واحده تانية من قرايبنا او حد من طباعنا، ويبقى عارف تقاليدنا وعاداتنا عشان ما تكسفناش قدام الناس في البلد. احنا مش عارفين نتصرف ازاي ولا نعمل معاها ايه. بس من غير قله يعني، والله مش قصدي ان انا اقل منكم ولا اي حاجه، بس هو الموقف محرج. هو انت مش فارق معاكي ان هو القرقشه او التلج اللي مامتك كانت بتاكله قدامهم، ولا فارق معاكي ان انت عايزاه تسخنه في الميكروويف؟ كل اللي فارق معاكي ان النسكافيه كان جواه تلج. حبيبتي ده اسمه ايس كوفي زي ما اخوكي قالك، ومشروب حلو جدا جدا، وهي عملته لكم بحب وعملته لكم بموده وعملته للناس الغاليه. يعني ده شياكه، هي مقدمه لك حاجه شياكه للناس الغاليه، والناس بيقدموها دلوقتي عادي جدا في اي حاجه وفي اي بيت، واسمه ايس كوفي وبيتقدم ساقع بالتلج، او ان هو بيتشرب مشروب ساقع. النسكافيه التاني ده بيتعمل على النار مش في الميكروويف، بيتسخن على البوتاجاز عادي وبيبقى سخن. كنت ممكن تقولي لها نسكافيه سخن طبيعي، مش عايزه ايس كوفي، ما كنتيش حسستيها ان انت كمان مش فاهمه ان ده مشروب بيتشرب عادي في اي مكان وان هو ساقع. لا هو زي ما اخوكي مش واقف في ظهرها ولا بيسندها زي مامتك بتقول ان هو لازم يبقى جاي معاها وبيبرر لها الموقف. لا هو المشروب فعلا اسمه ايس كوفي، ومش مستاهل الموضوع اصلا ان انتوا تبوظوا عليه الجوازه، او ان انتوا
تخربوا الموضوع كله عشان خاطر الايس كوفي. تقدري كنتي بعد كده او لما تجيلك تقولي لها لا انا بحب المشروبات السخنه، ما بحبش الحاجات الساقعه، وبحب الحاجات التقليديه، ما بحبش الايس كوفي ولا الاسامي اللي انتوا بتقولوها دلوقتي، انا بحب اشرب النسكافيه عادي. وانتي دلوقتي بقيتي في المدينه، يعني هتتعلمي بكره تعرفي عيشتهم عامله ازاي، والمشروب ده بيتقدم في اي مكان وفي اي حته. بس هي حبت يعني تعززكم ان هي تعمل لكم حاجه شيكه وحاجه جديده ان هي عليكم، او ان انتوا تشربوا ايس كوفي. ده بس كل القصه. اخوكي مش واقف في ظهرها، واخوكي بيقول لك احنا بنشربه في اي حته، وممكن تروحي تقعدي مع اخوكي في اي مكان ويطلبوه لك وشوفي هيتقدم ازاي. على فكره ده مشروب حلو قوي وبيبقى طعمه حلو قوي. انت بقى مش متعوده عليه وانت ومامتك، دي حاجه ترجع لكم، لكن ما تركشيش الموضوع على موضوع اصلا مش موجود عشان خاطر الايس كوفي. دي قصتنا وحكايتنا النهارده. لايك وشير للفيديو. احلى تعليق على القصه من عندكم، هتقولوا ان دي قصه هايفه، بس انا حسيت ان هي كوميديه وقرقشت التلج في الموضوع، فكانت عجباني قوي وفضلت بصراحه سوري يعني من غير ما تزعلوا، هي تضحك او فكاهيه، فانا ضحكت غصب عني مع كل الاحترام والتقدير ليكم. دي قصتنا وحكايتنا النهارده. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصه من عندكم، والسلام عليكم.